بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض التورته القمر دي. طلبت معانا تاني، عملتها في فيديو قبل كده وطلبت من جمالها وشكتها كده. طلبت تاني وعملناها بقى، بس عملناها بشكل جديد، عملناها بقلب عشان نبقى مختلفين شوية يعني عن التورته التانية. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. انا هنا كنت مجهزه الكيك من قبل. هسيب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. وانا كنت عامله نفس الكيك ده الفيديو اللي فات. هسيب لكم ان شاء الله برضو لينك الفيديو في صندوق الوصف لو حابين تشوفوا طريقه الاسبونج. هو بالاسبونج البيتي، طريقه سهله جدا ومضمونه ان شاء الله تنجح معاكم. ضربت كده ربع كيلو كريم شانتيه، عليهم كوبايتين ميه فيها تلج او كوبايتين وربع على حسب الكريمه بتاعتك. وهنحطين عليها نص كوبايه سكر، وربع كوبايه كريمه باستري او معلقتين كبار كريمه باستري، وضربناهم لما القوام بقى كويس كده. انا كنت هعمل الكيك نص ونص كامل، يعني نص شوكولاته ونص فانيليا. بعد ما قطعت الكيك رجعت قلت لا، هعمله طبقه بس في النص شوكولاته وطبقتين تبقى فانيليا زي ما انتم شايفين كده. عشان كده يعني انا قاطعه الكيك، عشان ما تفكروش ده انا يعني ما تقولوش انا قاطعاه ليه، فاهميني يعني. تمام. انا كده خلصت 3 طبقات وحشيت بجيلو فراوله. وبعدين بقى قسمت الكيك 4 تربع بالنظر كده، ما قطعتش للاخر، انا حددت بس من فوق 4 تربع. وخليت الكيك على طرف القاعده، على طرف قاعده منهم زي ما انتم شايفين كده، عشان اعمل القلب في الطرف اللي هو اكتر من اللي هنا. الفيديو شرح نفسه من غير ما اتكلم. شو واخدين بالكم انا عملت ايه؟ انا قطعت الربعين اللي في الاخر، حطيتهم في الطرف اللي هو اللي فيه القاعده فاضيه، بس حطيت كريمه الاول عشان تمسك القطعه اللي انا قطعتها دي. تمام كده. واضغطت عليها بقى بالسكينه كده كويس او بالترانش اللي معاكي، وعشان تثبت. وطلعت معانا شكل قلب زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تخلي الكيك على طرف القاعده، ما تخليهوش في نص القاعده زي ما بنعمل كل مره. منه النص بقى زي ما انتم شايفين كده، هنقطع بس حته كده صغيره تبين بس ملامح القلب بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله طريقته سهله جدا، وطلع معانا القلب بطريقه بسيطه جدا. انا هنا بقى انا كنت نسيت حاجه، لو عارفين انا نسيت ايه تقولوا لي في التعليقات قبل ما اوصل للحته اللي انا نسيتها. حد خد باله انا نسيت ايه؟ وزي ما انتوا شايفين انا هنا كنت نسيت اجلس التورته. عملت جوانب التورته اللي هو بورق الشجر ده، ونسيت خالص اجلس التورته. انا كنت مهيسه خالص في اليوم ده الحمد لله يعني. بس رجعت بقى جلستها وعدت من اول تاني. انا مرضتش احذف المقطع ده عشان لو حد حصل له نفس المشكله ما يقلقش ولا حاجه. هتعيدي تاني من الاول وتبداي برضو تجلسي من اول وجديد، ما فيش اي مشكله خالص. انا كنت بعمل من فوق بس على امل ان انا يعني هعرف اظبط تاني، ورجعت قلت مش مستاهله بقى. عملتها تاني كلها من اول وجديد وخلاص، ما خدتش مني وقت ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده. يعني الجوانب بس ما خدتش طبقه كريمه مني، يا دوبك بس يعني لميت الفرافيت بتاعه الكيكه. انما الطبقه اللي فوق حطيت طبقه كريمه كويسه. ده القمع اللي هو بتاع ورقه الشجر زي ما انتم شايفين كده، ده انا وريته لكم في الاول. بتاع ورقة الشجر نحط فيه الكريمة وهنعمل بقى زي ما انتم شايفين كده. هو الفيديو مش محتاج شرح اصلا ولا محتاج كلام، يعني هو شارح نفسه. شايفين ما شاء الله عملنا داير التورته كله بورقة الشجر بالشكل ده، شكل جديد وتغيير. وبطريقة شيك كده وسهلة ان شاء الله تعجبكم. وهنا بقى عشان نعمل الورد الموف حطيت كده قطعة كريمة في طبق، وحطيت عليها نقطتين 3 كده لون موف. انا غمقت اللون شوية عن الفيديو اللي فات، عشان يعني يبان في التصوير كده، لان الفيديو اللي فات كان فاتح شويه ما كانش الدرجه باينه حلو. انما هو الوقت بالدرجه بتاعته الاصليه. انا قلبت كوبايه، أنا المره اللي فاتت عملت على قلم، المره دي عملت على كوبايه عشان الطريقه بقى اللي تعجبكم واللي تريحكم في الشغل اعملوها. دي سهله ودي سهله، اللي يريحكم بقى اعملوه. طبعا انا كنت عملت ورده في الاول اهو، بس هشيلها تاني. يعني المفروض الكريمه تبقى جامده عن كده شويه. للورد بالذات لازم الكريمه تبقى جامده شويه. هو ده مش هيقول لا برضه، بس عايز يعني شغل بالراحه شويه. تمام. انا شلت الوردة الاولانية اهو، وهعمل واحدة تانية مكانها. تقلب الكوباية وتمشي زي ما انا بمشي كده بالظبط، تلف الكوباية وانت شغالة فيها. شايفين؟ وننقل بقى بالمقص ونقوم بطرف صابعنا كده حاطينها على التورتة. تمام كده. انا عملت 4 عشان ما اطولش عليكم.
وبنفس برضو القمع اللي عملت بالوردة هنعمل زجزاج بقى داير الكريمة داير التورتة كله بالشكل ده كده، بطريقة سهلة جدا وبسيطة، عشان يعني ايه ما يبقاش في تعقيدات ولا حاجة. ولو حابين تعملوا الورد برضو بعجينة السكر مفيش مشكلة خالص، ولو حابين برضو تحطوا فيه ورد كده بالشارع جاهز من عند مستلزمات الحلواني ممكن تعملوا نفس الطريقة وتحطوا مكان الورد مكان الكريمة الورد الورد اللي بالشارع ده زي ما تحبوا بقى. وحطيت كده بقية الكريمة الموف في كيس حلواني وبلبلة كده صغيرة اللي هي بتاعة الوردة الصغيرة، وعملت داير التورته كله من تحت بالشكل ده كده. فرقت بجد في شكل التورته وخلت شكلها جميل بعد ما لفيناها باللون كده الموف من تحت، يعني داير التورته كله بقى شكله حلو. والمكان الفاضي بقى كله اللي حوالين الورد هنلف كله برضو بورق الشجر بالشكل ده كده. إيه انا بحب ورق الشجر، ما يعني في التورت دي بحبها تبقى إيه ابيض، ما بحبش اعمل اللون الاخضر، بحس ان الابيض لايق على الموف. واللي هو اللون الكشميري اللي كنت عاملاه برضو من في فيديو تاني من فترة، هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعه في صندوق الوصف يبقى شوفوا برضو. والنص ده بقى هحط عليه كده جيلو شوكولاته، جيلو شوكولاته او جناش شوكولاته، انا يومها ما كانش عندي جناش فحطيت جيلو وفردته بالمعلقه بالشكل ده كده، وكتبت الاسم المطلوب وحطيت كده بسكوت ويفر، وعملت بقى تزيين بالسكر الفضي. الفضي برضو بيليق على اللون الذهبي على اللون الموف وعلى اللون الابيض، يعني الفضي بحسه لايق اكتر من الذهبي. هنزين بقى بالشكل اللي تحبيه. انا بس بحدد كده بين الاسم وبين البسكوت، وحطيت برضو شوية كده سكر فضي على الورق الشجر بالشكل ده كده، يعني ما تكتريش برضو عشان الشكل ما يبقاش اوفر قوي، يعني خليكي في المعقول. وحطيت برضو شوية كريسبي كده فضي ويعني ايه فردتهم كده على على التورته، ما تحطوش كله جنب بعضه عشان برضو الشكل يبقى حلو. وكريسبي ابيض برضو، هو باين ان هو اصفر شويه بس هو ابيض، يكسر برضو اللون معانا شويه. شايفين ما شاء الله بقت جميله جدا ازاي، وبسيطه وسهله ورقيقه. شايفين تحفه بجد. يا رب الطريقه تعجبكم وقولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، الشكل ده احلى ولا التاني اللي شاف الفيديو التاني. وما تنسوش بقى اللايك. شايفين ما شاء الله تحفه بجد. يا رب تعجبكم، ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه بتاع القلب، يعني ما تكونش كده كلامي لبخكم. واستنوني فيديو جاي ان شاء الله. وما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه اللي لسه ما اشتركش، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. يلا سلام عليكم.